المكوك من أفضل الباكات الشمال في تاريخ مصر ربيع ياسين، ومسجل قضية العصر القديم عام 1989. تعال أقول لك إيه قصتها ونستمتع بالهدف، بس اعمل كوباية الشاي الصعيدي المتينة ودوس لايك وسيب نفسك لحلويات كابتن ربيع ياسين. 1-1 دور التمانية كاس مصر الشوط التاني والملعب مولع، يجي باك الشمال ربيع ياسين يعمل 1-2 من نص الملعب ويروح يستلم الثرو بسرعة خيالية على حدود ال 18 ويكمل بالكورة ويحافظ عليها ويسدد تسديدة قوية وهاتها من الشبكة. الهدف ده وقتها دخل في قلب كل زملكاوي ما دخلش في الشبكة. أيوة زي هدف أفوش كده في نهائي القرن. كابتن ربيع ياسين كان باك دفاعي قوي جدا وهجومي رائع، بيسجل رأسيات وبيعمل زيادة هجومية غير عادية. تعال أوريك بعض الأهداف دي من صاحب القضية في العصر القديم كابتن ربيع ياسين، احسن باك شمال في تاريخ مصر. تعال اوريك بقى هدف سينمائي من ربيع ياسين، وبيمينه بيحط تسديده مش عاديه، شو ما في المرمى، كرة راجعه من الدفاع ومن على بعد 40 ياردة تقريبا يحط وش رجله في الكوره ويسجل هدف عالمي. وقف حارس المقاولين يتفرج عليها ويستمتع بالكوره والتسديده زي ما احنا بنستمتع بيها دلوقتي كده. ألف شكر يا كابتن على الكورة الجميلة وعلى الهدف الرائع ده. وده هدف تاني بيمينه، بس الفكرة هنا مش إن الهدف بيمينه بس، الفكرة هنا إن ده باك شمال إيه اللي وصله لمنطقة الجزاء بالمنظر ده، وإنه يعمل 1-2 مع مين؟ مع مهاجم الفريق حسام حسن. يعني هنا ال1-2 مع حسام حسن، هنا ربيع ياسين كان باك شمال متواجد في منطقة الجزاء وبيسجل بيمينه أكنه بيشوط بشماله بالظبط. باك شمال متكامل وعصري، وكنت اتمنى اشوفه او اشوف باك شمال زيه في الوقت الحالي. نيجي بقى للاهداف اللي من رأسيات، والراجل ده كان بيعمل زيادة هجومية في ال 18 وبيقدر يسجل اهداف بدماغه كتير جدا. وده هدف منهم في ماتش وفاق سطيف بعد ما قدر يستلم الكورة اللي اتلعبت من المدافع ويحط هدف جميل ويسبق المدافعين كلهم ويسجل الكورة بدماغه بمنتهى الدقة والاتقان على شمال حارس المرمى. وده هدف جديد وقصة جديدة وحكاية جديدة، وبرضه برأسية من ربيع ياسين اللي طالع راكب الكورة صح وحاطط هيد مميز وهدف جميل للنادي الأهلي، سواء في تمركز سواء في فينش سواء في كل حاجة. من ربيع ياسين من أفضل الباكات اللي كانت بتلعب بدماغها في الوقت ده وتقريبا لحد الوقت الحالي. وده هدف جديد وقصة جديدة برضه من ربيع ياسين، وبرضه برأسية ولا أروع. الراجل ده كان بيعرف يتمركز وبيعرف يسجل بدماغه أهداف جميلة جدا، ورغم إن المدافع ضاغط عليه ولكن طلع ركب الكورة وحط تسديدة بدماغه أكنه بيشوط برجله في زاوية صعبة جدا على حارس المرمى، ويعلن عن هدف جميل جدا مسجل باسم ربيع ياسين. وده هدف جديد ورأسية جديدة، ولكن المرة دي مش من ركنية ولا أوت طويل ولا أي حاجة، ده الراجل مكمل وعامل تكملة هجومية أكنه وينج بالظبط، أكنه مش باك شمال في جوه منطقة الجزاء، ده جوه ال6 يارد، ويحط دماغه كورة جميلة تخبط في سقف العارضة وتدخل جون للنادي الأهلي. وده آخر هدف معانا النهاردة للشيخ ربيع ياسين، والمرة دي بقى مش بدماغه، المرة دي برضو كان عامل التكملة الهجومية في ال6 يارد، ولكن المرة دي يسجل هدف بركبته تقريبا بعد ما حد صلحها له بدماغه، وقدر يسجل هدف جميل جدا بركبته. عنده سرعة رد فعل، سرعة بديهة، ولا أجدعها مهاجم في الحتة دي. كورة صعبة جدا إن هو على طول يلحق وياخد القرار ويحط الكورة بركبته بالشكل ده. هدف جميل ولعيب ذو إمكانيات كبيرة وجبارة. دي كانت كل حاجة عن الشيخ ربيع ياسين الخلوق، وباك من أفضل باكات الشمال في تاريخ مصر. قول لي رأيك في الحلقة، وقول لي رأيك في أهداف كابتن ربيع ياسين، وقول لي لو عاصرته إيه أجمل هدف سجله خلال مسيرته، وشير للفيديو ولايك وبس.